تفضل. ولا ألف ولا أدور. في يوم من الأيام وأنا أمسي عليه بالخير، من أشهر تجار جدة، جلست معاه في يوم من الأيام في مجلسه، شعبي مجلسه بسيط جدا. قال لي مهند، بعد ما سولفنا وبعد ما أخذنا وعطينا، قال لي مهند تبي ربي يفتحها عليك كذا فجأة. هذا الكلام قبل سنة. قلت أكيد. قال طيب بوصيك بثلاث أشياء. قلت سم. طبعا الاثنين الأولى كل يعرفها، بس الثالثة صدمتني وغيرت حياتي، وصب علي الرزق صبا. لا إله إلا الله. وربي بارك في حياتي وتغيرت الدنيا في يعني حتى من كثر الرزق أصبحت لا أراه. لا إله إلا الله. أزهد فيه. قال لي بر الوالدين أوصيك فيه، الصلاة أوصيك فيها، الثالثة اللي بتصلح بعدها أمور دنياك. قلت سم. قال ذنوب الخلوات. الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أي ذنب وأنت في خلوة ما يراك فيها إلا الله، تأكد إذا تركتها أنت حققت معنى تقوى الله الذي ذكر في القرآن بأشكال عديدة جدا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. أنت حققت تقوى الله بمجرد أن تخافه بالسر. في شايب جوه قالوا له يا عم وش معنى تقوى الله؟ قالوا اتق الله. وش معناها؟ وش معناها؟ قال تقوى الله. قال إيه؟ قال كيف حالك لا صرت لحالك. بالشعبي بالمختصر. بالشعبي كيف حالك لا صرت لحالك. إذا جاوبتني على هذا السؤال أنا أقول لك أنت تتقي الله ولا لا. فيا رب اجعلنا ممن إذا سئلوا هذا السؤال أجاوب وأقول الحمد لله طيب وأنا لحالي بخير يا ربي لك. فهذه هي النقطة ومربط الفرس اللي علمني بعدين إنه القرب من الله سبحانه وتعالى هو السبب الوحيد في الدنيا اللي يفتحها لك أساسا. ما في أي سبب آخر، ما في. والله لا جهدك ولا عملك ولا قصيدك ولا طلوعك أمام الصفات الاعتبارية ولا قربك من الناس ولا تجارتك ولا البزنس أيا كان إذا ربي مو راضي عنك تأكد أن كل ما أنت فيه ابتلاء. حتى وإن كان في عطاء. حتى وإن كان في عطاء. نعم. طب أنا ربي كان يعطيني أول وكان يعطيني اليوم، بس اليوم زادني وبارك لي. نقطة البركة هذه يا مهند، هي البركة في إيش؟ إنك تخاف الله في السر يبارك لك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فبارك لي بشكل عظيم جدا. وفي نقطة تكفى أنا بتكلم عنها وأنت ما سألتني. غرد. طيب أنت تقول لي مهند السنارة اللي علمتك الصيد. نعم. صح؟ في من الأسباب العجيبة اللي آمنت أنها تجيب لك الرزق. وأنا أقول لك اليوم أنا مش ملياردير ولا مليونير، ولكن ربي مبارك لي في اللي معطيني اللي أبغاه أبشري أيا كان. الحمد لله. سلمت. على عكس السابق والحمد لله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا استطعت أن تجعل هنالك من يسترزق من خلفك سترزق. شلون؟ عندي بقالة وفيها 4 موظفين ولا 2. طيب. واحد يتيم وواحد يصرف على أمه وواحد. ربي سبحانه لن يدع رزقك يقف لأن في خلفك من يسترزق منك. يا الله. عرفت؟ قد يكون بركة رزقك واستمراره هو من تصرف عليه. أنه عندك موظف تصرف له راتب شهري، إما يعطي أمه منه ولا أبوه ولا الموظف ذا أنت ما تتصدق، بس هذا الموظف اللي عندك من راتبك اللي تعطيه إياه يطلع 50-100 ريال يتصدق. فربي ما يبغى الصدقة دي تنقطع فيديم رزقك. لا إله إلا الله. فحاول يكون وراك موظفين، حاول دائما اللي معاك تعطيهم سواء كانوا موظفين عمال أخوان. خيركم خيركم لأهله. الرسول يقول اللهم صل وسلم عليه.